يا صباح العسل، يا صباح السكر على حبايب قلبي. انا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا رب ما تحرم منكم ابدا يا رب. اللهم امين يا رب. بدايه كده يا حبايبي نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بصي يا حبايبي، النهارده انا بصراحه كنت قايمه على اساس ان انا اولا يا حبيبي قبل ما نكمل الكلام تدخلوا تعملوا لي اشتراك، وتتابعوا صفحتي او قناتي المتواضعه علشان يوصلكوا كل جديد، وتجبروا بخاطري وتعملوا لي اشتراك وتتابعوني. وصدقوني حتى لو هتستفادوا مني حاجه بسيطه خالص، وحتى لو مش هتستفادوا مني متابعتكم ليا شرف ليا والله. المهم يا حبايب قلبي، انا النهارده زي ما بقول لكم كنت ناويه اعمل عيش غله، واعمل مثلا طعميه وباميه ومش عارفه ايه. المهم قلت ايه، الولاد قالوا احنا عايزين ناكل محشي. قلت بقى اما انزل ايه اجيب محشي بتاع، بقول اجيب محشي هي لمسه من اولها كده والمحشي هيجيلك لوحده كده يعني. المهم يا حبايب قلبي، انا نزلت النهارده قلت اما اجيب بقى كرومبايه حلوه كده مع السله كده. المهم الكرنب جميل يا بنات، اللي عايزه بقى تعمل كرنب بقى دلوقتي تعمله وتخزنه. والله الكرنب الشتا ده جميل، على اساس ان انت ما تعرفيش تاكلي في الصيف ده كرنب خالص او محشي خالص. كرنب بتاع الشتا جميل. المهم يا حبايبي، انا جبت هنا طبعا الكرنب، عملنا المحشي مع بعض كتير برضو، بس انا قلت اشارككم الروتين بتاعي اليومي يعني. المهم جبت الكرنبه وقطعتها زي ما انتم شفتم، وعلقت على ميه بشويه ملح ونقطه كمون. المهم يا حبايبي، الميه غليت، حطيت الكرنب وطلعته على طول في ميه ساقعه زي ما انتم شفتوا برضو في الفيديو عندكم. لازم تطلعيه يا بنات على طول، تطلعيه من الميه السخنه تحطيه على طول في الميه الساقعه على طول، علشان ما يتهريش منك وايه ويتهمك منك كده، تيجي تحشيه ما تعرفيش تحشيه. وطبعا جبت حله تانية وعلقت على لحمه، قلت اما اعمل بقى لحمه النهارده مع المحشي. الاكله دي دمار يا بنات، دمار بجد والله. المهم انا سيحت حته دهن عادي في الحله، وبعدين قمت نازله باللحمه بتاعتي لان كان فيها عظم، وحطيت عليها طماطمايه وبصلايه وشويه فلفل اسمر وورق لورا وبس، وهديت عليها تتشوح، وبعد كده زودتها ميه علشان الشوربه بتاعتها. طبعا انا لما سلقت الكرنب طبعا قطعته بقى في جنب كده، وبعدين عملت الخلطه بتاعته، غسلت الرز وقليت برضو تقليه بصل وطماطم، ضربت طماطم في الخلاط وحطيت وعملت التقليه بتاعته، وبعد كده ضفتها على الرز وخرطت الخضره بتاعتي وقلبته كله على بعض، وحطيت البهارات بتاعتي، كمون وكزبره وفلفل اسمر وسبع بهارات وشويه شطه، وقلبته كله. وبعدين الافتكاسه بتاعتي يا بنات اللي انا بعملها بصراحه لو عملتيها هتفرق معاكي كتير قوي، هتخلي المحشي بتاعك في حته تانية خالص. المهم انا هنا بقوم مخرطه بصلايه وطماطمايه نيه وقرن فلفل اخضر وفصين توم. العمله دي بتتعمل على الخلطه بتاعت الرز، بتخلي المحشي طعمه جميل قوي وبيبقى نفسه جميل، وبصراحه كان طعمه زي العسل. طبعا يا بنات اللي هتقول لي الحله او مش الحله، الحله دي انا كنت عامله فيها التقليه، وقمت قلبت التقليه في حاجه تانية وعليها الرز، وقلت المحشي في نفس الحله بتاعتي. طبعا انا حطيت القعده بتاعه من الشوربه بتاعتي بتاع اللحمه الجميله دي، وعلقت عليه، واللي هو بقى بيغلي الوقت كده ما شاء الله، ما شاء الله ولا الريحه. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا كانت اللحمه بتاعتي، شايفين شكل الشرب يا بنات جميله، يا نهار ابيض على طعمها يا بنات. بصي ما تحاوليش تزودي اي حاجه للشوربه بتاعتك علشان ما تغيريش طعمها، ما تغيريش طعم النكهه بتاع اللحمه. الشوربه بتاعتها هي الشوربه مش عايزه الا شويه فلفل اسمر و... وورق لورا بس مش اكتر، وحبهان زي ما قلت لك لو موجود. انا عندي عن نفسي ما هوش موجود عندي، او انا ما كانش متوفر عندي، فحطيت ورق لورا وايه وفلفل اسمر بس مش اكتر. بصراحه كانت طعمها جميل، والريحه بتاعت الروايح بتاع المحشي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الجمال، بجد والله العظيم. واكله بتدفي وجميله. طبعا يا بنات انا حطيت القعد بتاعي، انت بتحطي القعد بتاعك، خلي القعد بتاع المحشي بتاعك السطر الاولاني اللي بتاع الحله ما يبقاش متغطي، فهماني؟ السطر الاولاني بتاع الحله بتاع المحشي بتاعك ايا كان الحله بتاعتك ما تخلوش متغطي، عشان ما يبقاش معجون معاكي ويبقى نازل مفلفل زي ما انت شايفه بالمنظر الجميل التحفه الخطير ده.
بجد ما فيش محشية ماسكة في التانية، ما فيش محشية لازقة في التانية، ما فيش رز واقع، ما فيش. اللهم لك الحمد، بصراحة كان تحفة. وهنا اللحمة شايفين شكل الشوربة يا بنات، قسمًا بالله كان طعمها ولا ريحتها ولا لونها، لأ بصراحة يعني أنا مش عايزة أقول لِك والله العظيم الولاد كانوا بيشربوا الشوربة مع المحشي وسايبين اللحمة، أنا كنت باحدّف عليهم اللحمة كده مش عايزين ياكلوها. وأولًا هُم مش بيحبّوا اللحمة متحمّرة، فهُم بيحبّوها في الشوربة كده. يعني أنا باعمل للي هياكلوا، للي هُم عايزينه، فأنتِ برضه براحتِك، أنتِ فاهمة؟ فهنا الطبق اللي هناك ده التاني دوّة، ده فيه عضم يا بنات زي ما باقول لكم. العضم ده بيبقى فيه قراقيش، مش ما تقوليش مثلًا إيه عضم ده، لأ العضم ده بيبقى مليان لحمة وبيبقى مليان قراقيش كده، الولاد بيحبّوا ياكلوها وبيبقى جميل والله، وده بيخلّي للشوربة نَفَس وطعم جميل. طبعًا هنا كنت حطيت الأكل بتاعي على المفرش بتاعي عشان الولاد بقى يقعدوا ياكلوا. وبألف هنا وشفا يا بنات. النهارده كان يوم بالنسبة لي ممتع جدًا، مش أي يوم في حياتي بجد والله. أنا كان ده يوم عيد ميلاد ولادي حبايب قلبي اللي أنا ما شُفتهمش إلا بعد 10 سنين، اللهم لك الحمد، ربنا رضانا بيهم والله. الحمد لله بعد يا رب، يا رب، يا رب، اللهم يا رب ترزق كل مشتاق، يا رب تدّي كل واحد الذرية الصالحة وترزقه يا رب، وما تحرمش أي حد يا رب من ضفيرهم ولا من فرحتهم. بجد يا ولاد البنات الولاد دول النعمة والله بجد. يا رب ترزق كل واحد يا رب وتدّي له اللي هو عايزه، كل حد في نِفْسه حاجة ربنا يدّي له اللي هو في نِفْسه. طبعًا أنا كنت فرحانة بيهم والله، فعملت محشي، ما تضحكوش عليَّ، أنا يعني حاجة بسيطة، عملت لهم صينية كيكة إحنا عملناها مع بعض قبل كده عادية خالص، وعملت لهم صينية cupcake عادية برضه خالص، اللي هو أنا حبيت أفرّحهم، بس هي حاجة بسيطة، بس أنا قُلت أفرّحهم وخلاص علشان إن أنا يعني بابسطهم. أنا ولادي عندهم دلوقتي 13 سَنة، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويحميهم ويفرّحني بيهم يا رب. يا بنات يعني مهمًا كان الولاد بتهوّن كتير خالص عليكِ، حتى لو أنتِ زعلانة، حتى لو أنتِ تعبانة، البصّة في وش ولادِك بالدنيا والله. وممكن تيجي تقولي لي ولاد مش عارف إيه، أي نعم أنتِ بتيجي تتنرفزي وبتيجي متضايقة وبتيجي تعبانة، بس والله بعدها يعني بترتاحي وبترجعي تاني، ما فيش أي حاجة. المهم ربنا يخلّيهم لكم يا رب، واللي ما عندهوش أولاد ربنا يرزقه يا رب. هنا طالبة الضلفة بتاعة المواعين بتاعتي ما كانتش متضبّطة، فأنا قُلت بقى أمّا أشتري المواعين وأنضّفها وأغسلها حلو وأفرشها مفرش حلو وأفرشها ونظّمت المواعين بتاعتي علشان ما تبقاش متدهولة، على أساس إن أنا أمّا أعوز حاجة ألاقيها تحت عيني على طول، ما ابقاش محتارة. وبعدين قُمت أنا قُلت بقى أمّا أغسل السلِّم كل ده احتفال قُلت أمّا أغسل بقى السلِّم النهارده كده، لإن أنا السلِّم بتاعي ما كانش نضيف، فقُلت أمّا أغسله بقى النهارده بالمرّة بعد هو يوم طويل ما شاء الله، بس أنا بالخّص والله في الفيديو. اللهم لك الحمد يا رب والشكر، الله المستعان طبعًا، ربنا يدّي كل واحد يا رب على قد تعبه. وتأكدي والله مهمًا كانت الحاجة بتتعبِك أو أنتِ تعبانة أو أنتِ مثلًا تعبتِ من حاجة زي كده، بس أنتِ بتحسّي إن أنتِ عملتِ إنجاز في حياتِك، أمّا تكوني مثلًا عاملة ولو حاجة بسيطة خالص، منضّفة أي حاجة بسيطة، عاملة زي ما باقول لِك صينية كيكة كده وولادِك اتبسطوا بيها، بتحسّي إن أنتِ عاملة إنجاز في حياتِك. وبعدين يا بنات يعني هو إحنا عايشين ليه أصلًا إلا علشان خاطرهم وعلشان إحنا نرضيهم طبعًا، ونرضي ربنا أولًا ثم أخيرًا. إحنا عايشين طبعًا لرضا ربنا، اللهم لك الحمد والشكر. وبعدين أنا باقول يعني إيه، ما تحاوليش إن أنتِ ولادِك أو أهل بيتِك يعني ما يحسّوش، حتى لو أنتِ عندِك ضغط في حياتِك أو في حاجة مزعلاكِ، ما تحسّسيش دايمًا طبعًا كل اللي حواليكِ إن أنتِ تعبانة أو متضايقة أو مخنوقة. صدقيني أصل أنتِ أساس البيت يا حبيبتي، أنتِ أساس البيت، أنتِ عمود البيت. فتخيلي أما عمود البيت ده يتحني لا قدر الله، أو إن هو يتوجع أو إن هو يميل، ما خلاص البيت بيتفكك. صدقيني بتبقى كل حاجة ما هياش حلوة. أنتِ عارفة حتى أما بتضحكي والله تلاقي الولاد بيضحكوا، الحياة حلوة، البيت حلو. أنا عارفة وأنا معاكِ والله إن الضغوط كتير، إن الحياة صعبة، وإن أنا عارفة والله العظيم معاكِ كل ده، بس معلش احمدي ربنا طبعًا. دايمًا قولي أنا أحسن من غيري بكتير، دايمًا قولي اللهم لك الحمد على نعمة ربنا. أكيد في حد مثلًا أقل منّي، أكيد في ناس مثلًا بتبقى محتاجة مش عارف إيه، دايمًا صبّري نفسِك بالكلام ده. وزي ما قُلت لِك يا حبيبتي، أنا قُلت لِك أولًا وأخيرًا الإطعام،
الإطعام هو اللي هيريحِك من أي حاجة في حياتِك بتتعبِك أو بتزعّلِك، صدقيني والله. ودايمًا أكثري من الصلاة على النبي، أكثري من الاستغفار، دايمًا صلّي على النبي، دايمًا اقعدي طول ما أنتِ شغّالة، طول ما أنتِ بتعملي أي حاجة في البيت أو بتروّقي في بيتِك أو بتعملي أي حاجة، دايمًا قولي اللهم صل على النبي، استغفري ربنا، اقرأي قرآن. بُصّي، ما تبطّليش ذكر ربنا طبعًا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أنا ما أنا جاية بافتي ولا باقول لِك على أي مثلًا أي يعني مثلًا، لأ، أنا باقول لِك عن تجربة، عن تجارب في حياتي. صدقيني أنا عن نفسي، أنا أمّا بابقى تعبانة ومخنوقة وأقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، صدقيني باحس إن في جبل بينزل من على قلبي، والله العظيم. حتى لو كانت اللي أنتِ فيه هو زي ما هو، اللي ما فيش حاجة اتغيّرت، عليكِ دين زي ما أنتِ الدين عليكِ، تعبانة زي ما أنتِ تعبانة، بس صدقيني والله ربنا بيشيل، بيخفّف، بيهوّن، فاهمة؟ فأنتِ دايمًا يا حبيبتي استغفري واذكري الله وصلّي على النبي، هتلاقي الدنيا ما شاء الله عليها. ربنا يا رب يريّح قلبِك يا حبيبتي، ويعينِك ويقويكِ على حياتِك وعلى دنيتِك وعلى عيشتِك وعلى تربية أولادِك، ويدّيكِ الصحة والعافية يا حبيبة قلبي يا رب. وإن كنتِ بنوتة أو كنتِ عروسة، ربنا يرزقِك بابن الحلال اللي يسعدِك ويريّحِك ويريّح قلبِك. ويا حبيبتي الزوج الحنين ده رزق من عند ربنا مش بالفلوس. مش تقولي إن أنا عايزة العربية اللي يبقى شكلها كذا، أو الراجل يبقى شكله مش عارفة عامل شعره إيه، أو وشه عامل إيه، أو لابس إيه. لأ، لأ، لأ خالص والله مش بالفلوس. الرزق إن هو يبقى حنين عليكِ، تلاقيه جنبِك في ساعة تعبِك، تلاقيه مثلًا في وقت ضيقتِك بيطبطب عليكِ وبيقول لِك مثلًا أنا جنبِك ما تقلقيش. مش إن هو مثلًا يقول لِك مثلًا أنتِ مش ما يحسّش بيكِ أو الكلام ده، لأ، والله هي دي الحياة وهي دي العيشة. وأنا كتّرت عليكم يا حبايب قلبي، والله باحب أوي أتكلّم معاكم وباتبسط معاكم، ومع ألف، ألف سلامة، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي يا حبايب قلبي.